عمرك شفت حد خجول جدا بس أول ما بيتكلم تلاقي الكل بيسمعه؟ اللحظة دي بتخليك تسأل نفسك، هو الكاريزما حاجة بتولد معانا ولا ممكن نتعلمها حتى لو كنا خجولين؟ فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. كان في واحد في الجامعة شخص هادي جدا، ما بيحبش يبان وسط الناس، بس في يوم جه يتكلم عن مشروع كل القاعة سكتت وركزت معاه. مش عشان صوته عالي، عشان طريقته كانت صادقة، والصدق دايما بيجذب، فالخجل ساعات بيخلي حضورك أصدق. علم النفس بيقول إن الكاريزما مش بس في إنك تكون أوتنج أو اجتماعي زيادة، هي مزيج من الثقة بالنفس والتواصل. والشخص الخجول عنده ميزة إنه بيلاحظ التفاصيل اللي غيره ممكن يفوتها، فاللي بيفهم التفاصيل ساعات بيكسب قلوب الناس أكتر. وفي ناس شايفة إن الكاريزما جفت، يعني إما عندنا يا إما مفيش، وفي ناس تانية بتشوفها سكيلز ممكن تتعلمها خطوة بخطوة. يمكن الصح إن الحقيقة في النص، في جزء بيتولد معاك وفي جزء انت اللي بتبنيه، فاللي بيتعلم حاجة بنفسه بيكون قادر يحافظ عليها. مفاجأة بقى ان اوقات الخجل نفسه بيزود الكاريزما. هقولك ليه؟ لان الناس بطبيعتها بتنجذب للشخص اللي مش بيحاول يفرض نفسه. الهدوء اوقات بيكون اقوى من اي صوت عالي، فاكتر اللي بيسيبوا اثر هما اللي بيتكلموا قليل بس من القلب. يعني فاكر حفلة التخرج اللي كل كان بيتصور وبيتكلم الا واحد واقف في كورنر، لما جه وقت التكريم هو اللي اخد التصفيق الاكبر. عارف ليه؟ عشان شغله كان بيتكلم عنه اكتر منه، وده نوع مختلف من الكاريزما. بيقولك ان الافعال اوقات بتعمل دوشة اكتر من الكلام، فاللي بيشتغل في صمت صوته بيوضح اكتر. فالخجل مش عكس الكاريزما، يمكن هو طريق مختلف ليها. فالسؤال بقى مش انك اتولدت بيها ولا لا، السؤال الحقيقي انت عايز تبنيها ازاي. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.